صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده عاملين اكله اقتصاديه جميله كده. طبعا كان عندنا طبق كفته في قلب الفريزر، طلعناه حمرناه وعملناه وحطينا عليه بطاطستين عشان يزود معانا الكميه. عملنا رز حبه وحبه، كان بقالي كتير ما عملتهوش. وعندنا شويه لفت في البطرمان طلعناهم. وده كده غدانا النهارده. تعالوا بقى بينا نعمل شويه الرز اللي حبايه وحبايه مع بعض، يلا بينا. بس قبل ما تخش على الفيديو ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة، قناة صغيرة وطبعا هتكبر بيكو أول ما تخشوا وقبل ما تكتب الكومنت وتتفرج على الفيديو تحط اللايك والاشتراك. ماشي، يلا بينا بقى ندخل المطبخ نعمل الرز مع بعض حبة وحبة. سلام. تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية رز حبة وحبة. أنا حطيت حبة سمنة وحطيت معلقة زيت. طبعا غسلت الرز وحطيت شوية عشان أحمره، حطيتهم من المية اهو. اقول لكم بقى على مقادير الرز اللي هو حبه وحبه. يعني لو هتعملي كيلو رز حبه وحبه يبقى هتعملي ايه؟ هتاخدي منه ربع كيلو تحمريه، والكيلو على ربع هتغسليه وتركنيه ايه، حطيه جنبك منقوع على بال ما تحمري الرز وبعدين ايه تعمليه. ماشي. بس احلى حاجه وانت بتعملي الرز الحبه وحبه ما تنزليش بالرز تشوحيه. بعد ما الرز يتحمر انزلي عليه بالميه يغلي غلوه وبعدين تنزلي بالرز بتاعك. ماشي. يلا بقى نحمر الرز بتاعنا. بص انا بجد بجد نفسي اكل رز حبه وحبه من زمان، بس العيال مش بيرضوا ياكلوا معايا. ماشي. النهارده هعمل حبه صغيرين انا عند اختي واعملهم وناكل انا وهي. يعني انا هعمل النهارده كوبايه رز وشويه. ماشي. عشان احنا بس اللي هناكل. حمر الرز وتقلبيه على طول عشان ما يبقاش ايه، واحده غامقه وواحده فاتحه. طبعا عامله جنب الرز ده، بصوا كده، بصوا الجمال. عامله كفته برز، كفته رز اهي قدامكم اهي ما شاء الله. بس بصراحه ما كنتش عندي نيه اصور، وبعدين لما جيت اعمل بقى الرز قلت اصوره معاكم عشان انا ما عملتش الرز ده من زمان. شايفين لونه كده؟ سبحان الله. اهو الرز ابو شعريه طعم والرز ده طعم. بصوا كده اللون، بصوا كده، شايفين؟ كده بقى احط انزل بالميه واظبط الملح، واما الميه تغلي هنزل بالرز. كده نزلت بالميه، نزلت بشويه ملح. اول ما يغلي هنزل بالرز بقى. كده طبعا حطيت الميه بتاعه الرز على الرز اللي انا حمرته وغليت. انزل بقى بالرز اللي انا غسلاه. كده نزلت بالرز وظبطت الملح وظبطت له الميه، واسيبه بقى ايه يغلي واوطي عليه البوتاجاز. وهنا معايا الكفته اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصوا انا بعمل الكفته بصت معاها بطاطس. علشان ايه؟ دي طبخه اقتصاديه. ماشي. بنزود بقى البطاطس عشان الكفته ايه تكفي معانا. عارفين الحاجه غليت ولازم نبقى ايه بنحاول نعمل اي حاجه عشان الحاجه تكفي. يلا اسيبكم بقى دلوقتي لما الرز يستوي هرجع لكم تاني. كده الرز اتشرب معايا اهو وهديت عليه. وادي الرز بتاعنا استوى مفلفل وجميل اهو. رايكم بقى في الجمال ده؟ بصوا كده. ندفع عليه بقى على بال ما نظبط الاكل واجي لكم تاني. وبكده ده غدانا النهارده. رز حبه وحبه، كفته رز، شويه مخلل. ايه رايكم بقى في الغدا ده؟ ما شاء الله. الف هنا وشفا لينا وليكم. ويا ريت تجربوا الاكله دي هتعجبكم. انا كان نفسي فعلا في الرز ده ودينا عملته النهارده. ايه رايكم؟ بصوا كمان
بصوا كده الرز، بصوا كده ما شاء الله. ايه رأيكم بقى كده؟ انا فرحانة بيه النهاردة عشان بقالي سنين ما عملتوش والله. الله، ايه رأيكم بقى فيه؟ كومنت، سخن قوي. كومنت بقى ولايكات كتير. يلا السلام عليكم.